ركز كده في اللعبه دي وهتعرف ليه كل المصريين اجمعوا ان ياسين الملاح لاعب فاركو ولاعب معدوم الانسانيه، خصوصا بعد تدخله العنيف واللي شبه مقصود على لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب سيراميكا كليوباترا في التوقيت الحالي الكندوسي. الغريب ان بعد ما ياسين الملاح تسبب بالفعل في كسر ساق الكندوسي بيعترض على ان الحكم طرده واشر في وجهه الكارت الاحمر، يغيب عن الملاعب لمده تتراوح ما بين 4 أو 5 شهور، ومع ذلك كان بيعترض على قرار الحكم اللي اشر في وجهه البطاقه الحمراء بدل ما يروح يشوف صديقه اللي شبه قضى على مسيرته الكرويه. لاعب غريب ومستفز بشكل كبير جدا، علشان كده كل المصريين شافوه انه لاعب معدوم الانسانيه، لدرجه ان لاعيبه الفريقين واداريين الفريقين اجهشوا بالبكاء بسبب خطوره الاصابه وبشاعه المنظر. وعلى الجانب الاخر ياسين الملاح كان بيعترض على قرار الحكم. المفروض لاعب زي ده يتوقف لنهايه الموسم، ده اقل عقوبه ممكن تتفرض على ياسين الملاح. في النهايه ما تنسوش تدعوا للكندوسي ان ربنا يتم شفائه على خير.